مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. تواصل تونس منذ فترة تنفيذ خطة تقوم على استقطاب لاعبين شبان ينشطون في الدوريات الأوروبية ضمن استعدادات مبكرة لكأس العالم 2026، حيث تسعى الجامعة التونسية لكرة القدم إلى توسيع قاعدة الاختيار وتعزيز صفوف المنتخب بعناصر قادرة على تقديم الإضافة مستقبلا. وفي هذا الإطار برز اسم الجناح البرازيلي أليسون سانتوس الذي انتقل مؤخرا من سوبورتينغ لشبونة إلى نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ما جعله محل اهتمام عدد من المتابعين الذين يرون فيه خيارا ممكنا لدعم نسور قرطاج. غير أن انتقاله إلى فريق بحجم نابولي قد يشكل عقبة أمام مساعي ضمه، إذ يتوقع أن تفتح له هذه الخطوة آفاقا أكبر في مسيرته الاحترافية، وهو ما قد يصعب مهمة إقناعه بتغيير وجهته الدولية، خاصة في ظل طموحاته المتزايدة. ورغم أنه لا يمتلك أصولا تونسية مباشرة، فإن إمكانية تمثيله للمنتخب تبقى قانونيا واردة، باعتبار أن والده أديلتون بيريرا سانتوس لعب سابقا للترجي الرياضي وحمل قميص المنتخب بعد حصوله على الجنسية التونسية، ما يتيح لابنه السير على النهج نفسه. والد اللاعب أوضح في تصريحات صحفية أن القرار لم يحسم بعد، مؤكدا أن جميع الخيارات ما تزال مطروحة، بما في ذلك احتمال تمثيل البرازيل، وهو ما يعكس حالة من التريث قبل تحديد مستقبله الدولي بشكل نهائي. ويرى مراقبون أن موافقة أليسون على الانضمام إلى تونس قد ترتبط بشروط مالية ومطالب مرتفعة، وهو ما قد يعقد المفاوضات، لكن في المقابل قد تمنحه تونس فرصة أوضح للمشاركة في مونديال 2026 على عكس المنافسة الشرسة داخل منتخب البرازيل. كما كشفت الصحفية نعيمة ساسي أن اللاعب عرض سابقا على طارق ثابت عندما كان مديرا رياضيا للترجي بحكم معرفته بوالده، إلا أن التعاقد معه رفض آنذاك بدعوى أنه لن يقدم الإضافة قبل أن تتغير مسيرته لاحقا ويصبح اسمه مطروحا مجددا في المشهد الكروي.